في حاجه ثانيه مطلوبه مني اهو، ادي برومت اهو، يعني احنا شايفين اهو برومت رافي، ما طلبتش من حد يكتب لي برومت، ما دخلتش ذاكرت كتاب هندسه الاوامر، يعني ما فيش ايفورت كتير يعني عشان اكتب برومت مظبوط. هدوس كده هيطلع لي برومت، هيقعد يفكر بقى مع نفسه. طب نرجع نشوف دراسه الجدوى اخبارها ايه، لسه بيعمل. طب شات جي بي تي بصوا شغال، يعني بصوا انتوا متخيلين حجم الكتابه اللي بيكتبها وحجم، بتعمل مجلد، يعني في مجلد بيتعمل دلوقتي. تعالوا نشوف شات جي بي تي وصل لايه. شات جي بي تي بدأ يعمل الدراسه اهو، تعالوا نفتحها. جيميناي الدراسه بتاعته اكبر شويه وفيها مراجع اكتر شويه، حتى عامل معادلات ازاي تعمل حجم العلف ومكسب العلف فين، وكاتب لك المراجع. اعمل هنا شير، عايزه ايه كوبي، اخد كوبي وافتح ملف وورد احطها، او اعملها في ملف هو يطلعها لي على طول في ملف وورد. شوف الفار بتاعنا صديقنا عمل ايه. يا جماعة الخير، أهم حاجة بعد ما نستخدم الكاتل لازم نشيل الفيشة بتاعته. الأمان أمان يا جماعة. طيب ايه هي النماذج اللغويه الكبيره او اللارج لانجويج موديل؟ احنا اتفقنا في بدايه المقدمه عن الذكاء الاصطناعي ان في حاجه اسمها موديل او نموذج، وفي حاجه اسمها ابلكيشن. الابلكيشن هو المظله الكبيره اللي تحتها مجموعه موديلز. في موديل للغه اللي هو بنكتب ونتكلم معاه وهو يرد علينا بكتابه، وفي موديل للصور اللي هو بنكتب او نديله صوره ومعاها كتابه وهو يطلع لنا صوره، وفي موديل للفيديو، في موديل للصوتيات، في موديل للموسيقى، في موديل للباوربوينت برزنتيشن، وفي موديل دلوقتي كمان لل 3 دي، في موديل للكود. كل موديل هو مخصص لوظيفه معينه، بيتدرب على بيانات كبيره من الوظيفه دي. يعني الموديل اللغوي بيتدرب على بيانات كبيره جدا من الكتابه، كتب، مراجع، مواقع الكترونيه، ملفات بي دي اف، كتب جامعيه، كتب دراسيه، قصص، روايات، كل ده هو متدرب عليها عشان يعرف اللغه ويعرف الطبيعه البشريه بتتكلم ازاي، عشان انا لما اجي اساله يقدر يرد عليا ويقول لي الاجابه بتاعته بناء على التدريب اللي هو اتدرب عليه. بنستخدم قوه النماذج اللغويه دي في ايه؟ بتساعدني في ان انا اخد قرار، ان انا اخد بدايل، ان هو يسرع تفكيري. هو بيساعدني كتير جدا في موضوع التفكير والبرين ستورمنج، في ان انا ما عنديش هنا بيانات في دماغي او مراجع في دماغي فاكرها. يعني حتى لو انا عالم في مجالي، انا مش عندي كل المعلومات، لازم ارجع لجوجل او ارجع للكتب او ارجع لكذا حاجه. فالاي اي جمع لي كل ده، لان هو عنده متدرب على كل ده على الانترنت وعلى غير الانترنت، فيقدر يجاوبني في اللي انا عايز اعرفه. فبالتالي هو بيساعدني في صناعه القرار والتفكير واتخاذ القرار، وليس ان هو يفكر بدالي. ودايما انا باكد على النقطه دي عشان هي نقطه الخلاف بين استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متقن وسليم، هو ان انا استخدمه كمساعد وليس كصانع قرار. فهو التدريب اللي بيتدربه ده هو بيتوقع الكلمات. يعني هو من الاخر كده انا بجري شويه في الجزء النظري ده عشان نخش في الجزء العملي على طول ونستفيد بالوقت كله. فهو بيتدرب على الكلام اللي انا بقوله له، مش هو عنده معلومات. يعني هو ما عندوش، ما بيفهمش. الذكاء الاصطناعي ده مش شخص بيفهم او مش اداه تفهم، لا هو متدرب على حاجات. انا مدربه ان هو يقول كذا لما اطلب منه كذا فيقول ده، ومتدرب على سيناريوهات كتير ومتدرب على داتا كتير داخلاله عشان انا لما اطلب منه يرد عليا. يعني انا لو قلت له عايز بريد الكتروني، فهو عارف ان لما حد بيطلب بريد الكتروني بيتكتب فيه كذا كذا كذا. هو متدرب على كميه بريد الكتروني ضخمه جدا، وعارف كل الصيغ وعارف كل الحاجات. فبالتالي ما عندوش مشكله في الموضوع ده. الذكاء الاصطناعي مش بس يساعدني في اتخاذ القرار وبيتوقع الكلام اللي بقوله له، لا ده هو كمان بيقدر يحلل، بيقدر يلخص، بيقدر يعمل توليد، بيقدر يفهم السياق. لو قلت له مثلا خد مقال طويل يقدر يلخصه. لو قلت له قارن بين حاجه وحاجه، انا عندي ماده علميه فيها حاجات كتير وعايز يقارن ما بينهم، يقدر يعمل ده. لو قلت له يحول فكره صغيره لملف كبير دراسه جدوى، يقدر يعمل ده. هننفذ ده كله مع بعض دلوقتي ونشوفه واحده واحده. بيقدر يكتب تقارير، بيقدر يلخص اجتماعات، بيقدر يعمل مسودات، بيحول البيانات النصيه لصيغ اكثر وضوحا. بس في قيود تقنيه موجوده في النماذج اللغويه دي، مهم نفهمها كويس قوي عشان بنسمع عنها كتير وممكن نكون مش عارفين هي ايه. اول حاجه الهالوسينيشن او الهلوسه. سمعنا كتير عن موضوع الهلوسه ده في الذكاء الاصطناعي. الهلوسه ده ان هو يقول معلومات هو فاكر ان هو متاكد منها بس هي غلط.
وانت بتاخد المعلومات دي بتقول له انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ يقول لك اه ده سنه كذا عملوا كذا، وسنه كذا العالم الفلاني عمل كذا، وسنه كذا عمل كذا، والكلام شكله حلو قوي ومقنع. ممكن تاخد الكلام ده تحطه في تقرير تسلمه لمديرك، شكلك يبقى وحش قوي لو انت ما راجعتش على الكلام ده. اصلا ما فيش سنه كذا ما حصلش ده، العالم الفلاني ده ما عملش كده، ما فيش، المعلومه دي من اساسها غلط. ولو دخلت معاه بدقه هيبدا يقول لك معلش انا كنت غلطان. يعني لو بدات تقول له لا ده انت ما فيش الكلام ده، انت جبت الكلام ده منين؟ طب اديني المرجع، طب اديني اللينك، يبدا يهلوس ويضرب منك. طيب العلاج بتاع الهلوسه ده في علاج كتير ليه، ان احنا نطلب منه مصادر، ان احنا نقول له ما تخرجش بره المصادر الرسميه، ان احنا نتاكد وراه، ناخد المعلومه دي نتاكد منها ونشوف مدى صحتها. النولج كات اوف، ودي برضو حاجه مهمه جدا، هم تغلبوا عليها دلوقتي بالويب سيرش. هنشوفها في شات جي بي تي وفي كل الادوات الذكاء الاصطناعي ازاي نعمل. يعني ايه النولج كات اوف او كات اوف؟ اللي هي ان معلوماته ليها حدود معينه بتقف عندها حد المعلومات ده. يعني انا مثلا اقول له دلوقتي قول لي نتائج كاس العالم 2026، مش هيعرف يرد عليك لان هو متدرب على معلومات متوقفه لسنه 25. الكلام ده في بدايه الذكاء الاصطناعي كان موضوع صعب قوي، وشات جي بي تي كل شويه يقعد يقول لك انا تم تدريبي على معلومات توقفت عند سنه 2023 لو تفتكروا. لكن هم بداوا دلوقتي يدخلوا تقنيه ان يبقى في سيرش لايف موجود في الشات جي بي تي، فانت تقدر تشغل الزرار بتاع السيرش لايف ده، هنشوفه مع بعض، عشان يخش على الانترنت ويشوف اخر معلومات. فبالتالي لما تقول له اديني نتيجه مباراه مصر وبلجيكا لعبت في كاس العالم، هيقدر يرد عليك بالتفاصيل اللي ممكن كمان يعني ايه يقولها اي محلل استراتيجي في الكوره، محلل رياضي في الكوره. فالحته دي برضو من ضمن عيوب الذكاء الاصطناعي، ومهم جدا واحنا بنستخدمه نستخدم الويب سيرش في الحاجات اللي احنا بنحتاج فيها بحث. طيب الحاجه الثانيه الكونتكست ليميتس، ويمكن بتسمعوها كتير، او الكونتكست ويندو. الذكاء الاصطناعي لما اجي افتح معاه شات دردشه واتكلم معاه موضوع طويل واقعد اتكلم معاه لمده طويله، وبعدين ابدا اقول له اديني بقى يعني فكره من الموضوع الاولاني خالص انا قلته له، تلاقيه بيرد عليك في حاجه ثانيه خالص، هو فصل منك. يعني مثلا انا بديله معلومات عن محاضره في الذكاء الاصطناعي، انا هعمل محاضره عن الذكاء الاصطناعي، خد الماتيريال اهي. انا المحاضرين بتوعي هم طلبه، وعايز اعمل لهم نقاشات، وعايز اعمل لهم تطبيقات، وعايز اعمل لهم ورك بوك زي اللي مع حضراتكم، وعايز نعمل مع بعض تمرينات، ونبدا نتكلم مع بعض، يديني هو النتيجه وانا ارجع اطلب منه طلب تاني ويديني نتيجه، وارجع اطلب تاني ويديني نتيجه. وبعد مده طويله كده اقول له اديني بقى فكره الفصل الاول من المحاضره، تلاقيه نسي. هو احنا يعني هو مش بيقول لك انا نسيت، هو بيطخ برضه وبيقول لك حاجات بس مالهاش علاقه باللي فات. فهنا الكونتكست ويندو دي يعني لازم ناخد بالنا منها. طيب هناخد بالنا منها ازاي؟ ان انا باستمرار بفكره بالمعلومات القديمه، باستمرار بفكره احنا بنتكلم عن ايه، وفي حاجه اسمها بروجكتس او سكيلز او جيمز اللي موجوده في جيميناي بتخليني دايما نديله مراجع يتاكد منها بشكل مستمر. الحاجه الرابعه هي النون ديترمينيزم، ودي يعني ان هو يطلع لي نتيجه مع كل مره بعمل له الشات. يعني بمعنى اخر انا دلوقتي قلت له اكتب لي ايميل للعملاء بتوعي بشرح لهم المنتج الجديد اللي انا هنزله في السوق اللي انا عايز ابيع منه، فيبدا يطلع لي نتيجه. طب لو انا عملت ريفريش للنتيجه دي، هتلاقيه بيطلع لي نتيجه بعيده خالص عن النتيجه اللي هو طلعها. لو جيت عملت ريفريش تاني، هتلاقيه انه هيطلع لي نتيجه ثالثه بعيده خالص عن النتيجتين الاولانيين. طب ده عدم ثبات النتيجه ده ناتج عن ايه؟ طب انا فيهم نتيجه صح؟ طب يعني هو كده بيغشني؟ طب انا كده اعتمد عليه؟ لا، هو ما بيغشكش، وفعلا تعتمد عليه، بس هو بيتوقع الاجابه من المدخل اللي انت دخلته له. فانت دخلت له مدخل بسيط وسهل، انت جيت قلت له انا عايز اكل، فهو مره اداك كشري، مره ثانيه اداك تونه، مره ثالثه اداك كوبايه شاي. ما انت ما حددتلوش انا عايز اكل فطار، فيبدا يديك فطار بس. طب انا عايز اكل فطار شرقي،
فهيبدا يديك مره فول، مره طعميه، مره بتنجان. انا عايز اكل فطار شرقي صحي. فانت كل ما تديله مدخلات مظبوطه، النون ديترمينيزم دي اللي هي عدم ثبات النتيجه هتتحدد قوي وتثبت معاك النتيجه. طب انت تتاكد ازاي ان البرومبت بتاعي صح وانا بديله مدخل مظبوط؟ ان انا اقعد اعمل ريفريش، لو لقيت النتائج قريبه من بعض قوي، خلاص انا كده تمام، اقدر اعتمد عليه واخد منه النتيجه دي بكل اطمئنان. طيب القيود التقنيه دي زي ما قلنا بتتحل بايه؟ بتتحل بالمدخلات اللي انا بديها له. طيب ازاي نطبق الفور ديز لو تفتكروها، اللي هي مبادئ اتقان الذكاء الاصطناعي على النماذج اللغويه؟ كل ادوات ذكاء اصطناعي هناخدها مع بعض لازم نحط في دماغنا الفور ديز دي، ان احنا نطبقها بشكل مستمريه، الدستور بتاعنا، عشان ناخد نتيجه مظبوطه وناخد شغل مظبوط من اداه الذكاء الاصطناعي. لازم يكون في قيود انا بستخدمها. اولا الديسكريبشن، والديسكريبشن ده اللي هو البرومبت. هنتعلم مع بعض ازاي نكتب برومبت وازاي نطلب منه طلبات، سواء الطلبات دي لغويه او صوره او فيديو او حتى موسيقى، دي كلها اسمها برومبت. انا بطلب منه حاجه، فانا مهم ان انا افهم انا بطلب منه ايه واكتبها بشكل مظبوط. الديليجيشن، التفويض، امتى اصلا هطلب منه طلب وامتى مش هطلب منه طلب. ودي احنا اتفقنا ان مش كل حاجه بنطلبها من الذكاء الاصطناعي، في حاجات اطلبها منه، في حاجات ما اطلبهاش منه. واتدربنا على ده، اللي عمل الورك بوك تقريبا هو عمل بنفسه الموضوع ده. الديليجنس، الانضباط، وان انا الخرج اللي هو هيديهولي لازم اراجعه كويس واشوف هو منضبط، ملائم للمؤسسه اللي انا شغال فيها او العميل اللي انا بتكلم معاه. هل هو قانوني مظبوط؟ هل هو ما خدش فكر حد وسرقه؟ في محافظ على الكوبي رايتنج؟ هل هو امان ان انا بديله اسرار وبيانات عاليه السريه على الذكاء الاصطناعي فهو يطلع لي نتيجه؟ هل ده صح اصلا؟ فالديليكنس دي هي قواعد الامان والقيود المنضبطه اللي بستخدمها في استخدام الذكاء الاصطناعي. وقبل الديليجنس المفروض نقولها اللي هي الديسيرمنت، اللي هي التمييز. المخرج اللي طالع ده انا مميزه، هو صح ولا غلط؟ براجعه مظبوط ولا لا؟ هو مناسب للي انا عايزه ولا هو مديني حاجه بره اللي انا عايزه خالص؟ هل الفكره دي دقيقه ولا مش مظبوطه محتاجه مراجعه؟ فدي المبادئ الفور ديز اللي احنا دايما مهم ان احنا نطبقها على نفسنا واحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي عشان ناخد منه افضل خرج ممكن، بامان وبنزاهه وبشكل يعني بشكل محترف. طيب اهم حاجه في المبادئ دي هي الديسكريبشن او الوصف، وده اللي هيودينا على البرومبت ديزاين او البرومبت انجينيرنج. البرومبت انجينيرنج اللي هي هندسه الاوامر، بنسمع عنها كتير. هي مش فيزياء ومش حوار كبير ومش يعني صعبه. الموضوع بكل بساطه ان انا بشرح للذكاء الاصطناعي انا عايز منه ايه بالظبط. فمهم ان انا افهمه الاول انت مين، يعني انت بصفتك كاتب محتوى بخبره 20 سنه، عايز منك بوست سوشيال ميديا على الفيسبوك تسويقي بيعلن عن المنتج بتاعي الجديد. لو نرجع بقى للديجيتال ماركتنج، في مرحله الوعي، العميل بتاعي في مرحله الوعي لان هو لسه جديد، انا ما عنديش صفحه، لسه عامل الصفحه جديده، فبكلم الجمهور بتاعي في مرحله الوعي. وجمهوري هو من الشباب، سكان القاهره، اعمار من 18 سنه ل 25 سنه، وسلوكهم ان هم بيحبوا يخشوا الفيسبوك يشتروا ملابس، لو انا المنتج بتاعي ملابس مثلا. فهنا انا عمال اديله تفاصيل، بحدد له انت مين، هتتكلم بصفتك ايه، اللي انا عايزه منه ايه، بوست فيسبوك، فانا حددت له اللي انا عايزه، موجه لمين، في مرحله ايه، بيحكي عن ايه. عايز ازود اكتر، اقول له بنبره حماسيه، بنبره ترفيهيه، بنبره فريندلي، ايا كان. واكتب بالعربي، مش لازم انجلش. والله انا شاطر في الانجليش، هو الذكاء الاصطناعي متدرب على الادوات الموجوده حاليا، متدربه على اللغه الانجليزيه، وهو كل اللي بيعمله بيقوم بالترجمه. طب انا شاطر في الانجليش، ماشي، كان بها، هيديني نتائج ادق. طب انا مش شاطر في الانجليش، اتكلم عربي عادي جدا باللغه العاميه، قول له انا عايز كذا.
عادي جدا. بس وانت بتكلمه باللغه العاميه اطلب منه كل حاجه بشكل مظبوط وبشكل دقيق. طيب انا مش عارف انا عايز ايه، خليه هو يكتب لك، هنعرف ده مع بعض. قول له انا عايز برومبت، انت تصنع لي برومبت. وفي انا عايز شويه طلبات، انا مش عارف اكلمك ازاي، والله انا عايز بوست، البوست ده يكون حلو ويكون شكله كذا وانا ببيع كذا، عشان اتكلم معاه كده بكلام ملخبط وهو يرتب لك الكلام ده ويعمل لك برومبت. خد البرومبت ده اديهوله تاني، هو هيطلع لك النتيجه بالشكل المناسب. اعتقد هندسه الاوامر مش مرعبه، وكل ما احنا نديله كلام مظبوط كل ما يكون الخارج بتاعه مظبوط. زي ما قال كده استاذ حاتم، سلمني نضيف اسلمك نضيف. طيب في طريقه تانية للبرومتنج اسمها فيو شوت برومتنج. بكل بساطه انا عاجبني، شفت بوست معين وعايز اخليه يكتب زيه، هاخده كوبي من على الفيسبوك او من اي مكان، لينكد ان او حتى ايميل، بكتب ايميل وعايزه يكتب زيه، هاخد الايميل ده اديه لشات جي بي تي او ايا كانت الاداه اللي بستخدمها، اقول له بعد اذنك انا عايز ايميل شبه ده بنفس النبره بالطريقه دي، ولكن الموضوع يختلف هنا، ان الموضوع بدل ما انا بطلب اجازه، لا انا بطلب سلفه او بطلب حاجه ثانيه، او اسم الشركه هيتغير او اسم العميل هيتغير. فبديله مثال، انا عاجبني مثال وقريب من اللي انا عايزه فبديله يعمل زيه. برضو مهم جدا ان وانا بكتب البرومبت اطلب منه شكل المخرج هيبقى ايه. هل هو جدول اكسل، ولا هل هو ملف وورد، ولا ملف بي دي اف، ولا برزنتيشن؟ ادوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقت تعمل برزنتيشن، ولا هتعملوا لي اتش تي ام ال، خرج لي صفحه ويب، موقع الكتروني اخدها كده لاندنج بيج لو انا بعمل كود او بشتغل في تصميم الصفحات او الكلام ده، ولا انا عايزها في شكل بوست فيسبوك، ولا في شكل بوست لينكد ان، ولا في شكل تويته على تويتر. لازم مهم جدا احدد معاه المخرج اللي هيطلع شكله ايه. في بقى قواعد تانية في ان انا اقسم المهام بتاعته، ان انا اقرر عشان احسن معاه النماذج، وفي حاجات عمليه هنعرفها اكتر بتبقى احسن من النظري. برضو عايز نسخه طويله وعايز نسخه رسميه، عايز كل دي امثله للمخرجات المطلوبه من شات جي بي تي لو انا بتكلم معاه وعايز مخرج شكله معين عايز اتكلم معاه فيه. طيب نخش بقى على ادوات الذكاء الاصطناعي. عندنا ادوات كتير موجوده في السوق دلوقتي بنسمع عنها ومش عارفين الفرق بينها. ناس بتقول شات جي بي تي حلو، ناس بتقول جيميناي حلو، وناس بتقول نوت بوك ال ام، ناس بتقول كلود. مين فيهم كويس مين فيهم وحش؟ خلاصه الموضوع كده عشان يعني اوفر عليكم وقت ومجهود. لو انت عايز حاجه بتعمل كل حاجه، شاطره وبتطلع نتائج كويسه وبتفهم كويس وبتعمل صور كويسه، بس انت مالكش في الكود ومالكش في الحاجات المكلكعه دي، فخد شات جي بي تي كويس جدا. منصه شامله ذكيه جدا، اكتر منصه بتكتب محتوى بشكل كويس وقريب من البشر. محتوى رقمي، يعني لو انا محتاجه في سكريبتات، لو انا محتاج اعمل فيديوهات بالاي اي، لو انا محتاج برومتس اعملها عشان اعمل صور، محتاج اعمل خطه محتوى ليا، شات جي بي تي مناسب جدا وكويس. طيب جيميناي شاطر جدا في السيرش، يعني بصفته ان هو مربوط بادوات جوجل، فهو افضل حاجه بيقدر يخش على جوجل هو جيميناي. وهو الوحيد اللي ما فيهوش اصلا زرار الويب سيرش، لان هو مفتوح معاه على البحري، يعني هو اوريدي فاتح على جوجل، فاي سؤال انت بتساله حديث قديم جديد هو شاطر جدا في الحته دي. وفي مميزات ان هو مربوط بادوات جوجل كلها، يعني انت لو بتستخدم جوجل دوكس، بتستخدم جوجل شيتس، بتستخدم جوجل فورمز، بتستخدم كل ادوات جوجل، جيميل يقدر يخش على الجيميل بتاعك، فجيميناي هنا كويس. وفي ميزه زياده ان جيميناي بيقدر يعمل فيديوهات وبيقدر يعمل صور، ولكن شات جي بي تي الصور بتاعته افضل من جيميناي. بالنسبه لكلود، كلود قلب الدنيا، هو اذكى واعمق واشطر اداه ذكاء اصطناعي قريبه من البشر. ويعني ايه عميق؟ يعني انا لو عايز اعمل بقى دراسه جدوى طويله، عايز اعمل ماركتنج استراتيجي عميقه وطويله،
عايز اعمل ملف قانوني، دراسه قانونيه، عايز اعمل عقد شركه، عايز اعمل حاجه مطوله معايا، ممكن تاخد ايام اشتغل فيها كده انا وهو. عايز اعمل حاجه تديني ردود بشريه قريبه جدا من البشر. فهنا كلود هو المناسب للموضوع ده. هو انا مش عارف جاب لي الصقر ده منين، بس يعني هو انا عامل البرزنتيشن دي بالاي اي، فتقريبا كان كلود لسه جديد، فهو حط لوجو مش مظبوط يعني. ف ولكن كلود فيه عيوب خطيره، ان التوكنز بتاعته او الحدود المجانيه بتاعته بتخلص بسرعه قوي، وحتى لو عملت اشتراك فبيخلص منك قبل شات جي بي تي وقبل جيميناي بكتير. يعني شات جي بي تي ممكن يطول معاك، جيميناي ممكن يطول معاك، سواء المجاني او المدفوع. كلود انت عشان تشتغل بيه براحتك انت محتاج الباقم و3000 جنيه في الشهر. الباقم و1000 جنيه دي حتى مش نافعه. فلكن هو شاطر جدا واذكى موديل ذكاء اصطناعي موجود، ويمكن بيعتمد عليه كمان الناس اللي بتشتغل في الكود وبتعمل مواقع وبتعمل ابلكيشن وبتعمل اوتوميشن وبتعمل وكلاء بالذكاء الاصطناعي. فكلود هنا هو اشطرهم، ولكن من ضمن عيوبه ان هو لا بيعمل صور ولا بيعمل فيديوهات. طيب نوت بوك الام هناخد الاداه دي بالتفصيل برضو، من ضمن الادوات اللي هنشرحها. هي موديل بيستخدم طريقه الاسترجاع. يعني هو بتديله ماتيريال، بتديله مدخلات، عندك ملفات بي دي اف، عندك بيانات للشركه، عندك اسماء طلاب، عندك ماتيريال بتاعك انت دكتور في الجامعه او انت محاضر وعايز تحضر حاجه، عندك كل حاجه تديها له، هو يخرج لك محاضرات، يخرج لك برزنتيشن، يخرج لك فيديوهات توضيحيه، يخرج لك امتحانات، يخرج لك مايند ماب، يخرج لك بودكاست اتنين بيتكلموا مع بعض بيتناقشوا في الماده العلميه اللي انت مديها له. البرزنتيشن اللي انا عاملها دي معموله بنوت بوك ال ام. يخرج لك حاجات كتير تقدر تعتمد عليها في البحث العلمي وتحضير مشروعات القائمه على بيانات. احنا قارنا اوريدي فعلا بين النماذج وبين بعضها. هذا هو شات جي بي تي. ده النسخه المجانيه، بيفرق شويه حاجات كده عن النسخه المدفوعه. ده اللي بنتكلم فيه وبنساله عن اي حاجه اللي احنا عايزينها باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، و90% من حضراتكم بيعمل ده. يمكن ما بيستخدمش بقيه الادوات، وفي منكم ممكن يكون بيستخدم بقيه الادوات، ولكن الادوات اللي فيه هتخليك تغير نظرتك عن استخدامات شات جي بي تي بشكل كبير. طيب احنا في الاول كنا بنقول له اعمل لي ايميل. احنا عملنا له كده برومت بسيط جدا، اعمل لي ايميل لعميل جديد يعرض منتجاتي على شركه، وبدوس انتر بيبدا هو يرد لي على الايميل. فهو قال لي يعني عمل ايميل عام كده يساعدنا نتواصل معكم ومش عارف ايه، وهو لا عارف اسم شركتي ولا عارف اسم حاجه ولا الكلام ده كله. فاعتقد ان الايميل ده مش هيبقى نافع لاي حاجه. مهم ان انا اعدل البرومت بتاعي واخليه بشكل كامل علشان يرد عليا رد مظبوط. طيب عشان اعدل البرومت بتاعي اول حاجه بنعملها ايه؟ هل بنفتح شات جديده ولا بنيجي على نفس الشات هنا ونقول له اكتب له البرومت من اول وجديد، ولا ما اعرفش ان حد بيعمل كده ولا لا؟ يعني لو حد بيعمل في الحركه دي يقول لي. بنعمل تعديل للبرومت بتاعنا، بدل ما اكتب برومت من اول وجديد يهلوس مني والكونتكست ويندو بتاعتي توسع فيهرب مني المعلومات وما يركزش معايا، لا برجع لنفس البرومت وارجع اقول له اجي هنا قبل بصفتك خبير تسويقي، زودت له التاسك بتاعه، فهمته انت مين، اعمل لي ايميل لعميل جديد بغرض بعرض يعرض منتجات اللي يعرض عليا منتجات شركتي. عميل جديد يعرض عليه منتجات شركتي، وابدا اقول له شركتي مختصه في الموبايلات او البرمجيات، برمجيات، وابدا ازود له جمهوري من من مستخدمين التكنولوجيا من الجيل الجديد من سن 18 الى 30 سنه مثلا.
وابدا اقول له ان المنتجات بتاعتي، كلمه عادي بالعاميه، مش شرط فصحى ومش شرط تكلكع المواضيع، عباره عن برمجيات للمذاكره للطلاب الجامعيين وحديثي والماجستيرات والدراسات العليا مثلا، دراسات العليا. تمام. وعايز الايميل بنبره بنب بنبره وديه. فانا كده قلت له انت مين؟ قلت له بصفتك خبير تسويقي عايز تزودها بخبره تزيد عن 10 سنوات، عايز تقول له 20 سنه ماشي. يعني كل ما تحدد له وظيفته كل ما يكون افضل. ده الطلب بتاعي، ودي التفاصيل، ودي المخرج بتاعي اللي انا قلت لكم عليه. الاوت بوت مهم ان احنا المخرج بتاعنا يبقى شكله ايه. خلاص، عملت له ارسال. هو مسح النتيجه الاولانيه وطلع لي نتيجه مختلفه افضل شويه. طور طريقه مذاكرتك مع حلول ذكيه مصممه للطلاب. مرحبا فلان الفلاني كذا 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 كذا. طب ايه رايكم لو خليت الموضوع فيه تفاصيل اكتر؟ شركه المايسترو، سميت الشركه، والعميل جديد اسمه المهندس كريم محمد. تمام. اديته اسم المهندس، اسم العميل، واديته اسم الشركه. فلما اعمل كده هو غير لي الايميل بشكل اكتر. ومفسر اكتر. تمام. طب هنا مفيش بريد الكتروني، عايز تكتبه انت هنا اكتبه، عايز تديله تفاصيل في البرومت اديله. تمام. طيب خلاص انا كده قفلت شات جي بي تي ورجعت هنا كده عملت دردشه جديده. طيب انا جيت قفلت الجهاز وجيت تاني يوم عايز اعمل ايميل لعميل جديد. اجي هنا واكتب نفس الكلام ولا ادور في الدردشات بتاعتي واجيب الدردشه اللي انا كنت كاتبها قبل كده، واجي هنا انا جيت تاني يوم بقى قلت له في عميل اخر اسمه عمرو نبيل عايز ايميل زي اللي فات، ايه رايك بدل ما تفتح شات جديده؟ عملت كده هيديني ايميل على فكره مش كوبي بيست، لا هو هيغير شويه في النبره بس، غير الاسم وبدا يتكلم. طيب انا هخليه نغير هنا ونقول بس نخليه بصفه رسميه اكتر، العميل ده غير العميل ده. فانا هنا الشات نفسها هو بقى فاهم اكتر انا من البدايه مين وشركتي اسمها ايه. فبدل ما كل شويه اقول له انا شركه المايسترو، لا هو اوريدي هو هنا كاتب فريق شركه المايسترو للبرمجيات. بدل ما كل مره اقول له انا بعمل برمجيات اسمها كذا 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 كذا، فانا قلت له مره واحده ومش محتاج. وبقفل وبخلي الشات ده ممكن اغير كده اعمل اعاده تسميه. انا مش عارف حد بيطبق معايا ولا، يعني يا ريت كده لو حد بيطبق معايا يقول لي انا بطبق معاك. واضح ان ما حدش بيطبق. طيب احنا مسجلين المحاضره كده كده ونقدر نشوفها ونطبق مع بعض. مفيش حد يفرحني طب يقول لي طبق انا مطبق معاك. طب انتوا معايا اصلا ولا مش معايا؟ لا لا والله احنا انا مطبقين. انا دكتور ايوه دكتور احنا مركز معاك. معك في الخطوات بس يعني. طيب وانا جميل كمان جدا. دكتور. حلو قوي. انا اهم حاجه ان احنا نركز عشان يعني في حاجات هتتنسي. حتى لو انت ما بتطبقش معايا دلوقتي يعني ارجع طبقها واستخدم الحاجات دي لانها هتفرق جدا في شغلك على شات جي بي تي. احنا كل ده على فكره في الباقه المجانيه، احنا لا دافعين فلوس ولا اي حاجه. طيب انا هاجي هنا على الايميل بتاعي ده، على الاسف على الدردشه بتاعتي دي، وهاجي هنا ممكن اعمل لها اعاده تسميه.
كتابه ايميلات، وممكن اعمل لها بن. فهنا كده خلاص كتابه ايميلات دي بقت متثبته هنا مهما طال الزمن. انا في كل مره محتاج اكتب ايميلات، فكل مره محتاج اكتب ايميلات، فهرجع للشات دي واعمل ده. مش كل شويه هكتب الايميلات من اول وجديد. تمام كده. طب ايه رايكم بقى لو نعمل مشروع لشركه المايسترو دي، مش بس كتابه ايميلات، لا ده يعمل لي كتابه ايميلات، ويعمل لي كتابه بوستات سوشيال ميديا، ويعمل لي يعمل لي صور، ويعمل لي حاجات كتيره غير كتابه الايميلات. نعمل شات جديد ونطلب منه مثلا نديله البيانات تاني ونقول له احنا شركه المايسترو وفيها كذا 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 كذا، ولا نعمل حاجه اسمها مشروع جديد؟ شايفين هنا على الشمال في المشروعات، نيجي ندوس على الزائد اللي هنا دي وندوس مشروع جديد، شركه المايسترو، وندوس انشاء مشروع. ايه الفرق بين المشروع والدردشه؟ فرق كبير جدا. الدردشه انت تقدر تغير الاسم بتاعها، وتقدر تعمل لها بن، وتقدر تثبتها وتفتحها كل مره تتكلم فيها، هو هيبقى حافظ البيانات اللي فيها. لكن المشروع، الموضوع هنا يختلف. المشروع فيه مميزات اكتر شويه. اللي احنا فاتحينه قدامنا ده اسمه المشروع. في دردشات يعني ممكن هنا اتكلم معاه، وفي حاجه اسمها مصادر، وفي حاجه اسمها تعليمات المشروع نفسها. طيب دي اسم المشروع سميناه شركه المايسترو. انت المساعد الذكي لشركه المايسترو، ومسؤول عن عمل عمل المحتوى، صناعه المحتوى بجميع اشكاله لشركه على السوشيال ميديا. مثلا انا بقول له اي حاجه دلوقتي. معلش انا عندي استفسار صغير، معلش دكتور محمد. اتفضلي. هل المشروع ده هو الايكوال للسكيلز اللي في الكلود ولا لا؟ ان انا ببني المشروع مهارة. المشروع لا، هو مش ايكوال سكيلز، هو ايكوال للمشروع. يعني جوه كلود في حاجتين، في بروجكتس وفي سكيلز. الايكوال سكيلز هنا حاجه اسمها جي بي تيز، بس الجي بي تيز دي في الباقه المدفوعه تمام. بتاعت شات جي بي تي. ولكن وفي برضه وكيل، في ايجنت، وكيل ذكاء اصطناعي، بس ده في الباقه المدفوعه. طيب السؤال معلش، لو انا عامله جي بي تي خاص بيا، هل كل مره انا هحتاج اشتغل على الحاجه المعينه دي اللي انا عاملاها، مثلا جي بي تيز في الادبيات السابقه، او يعني كتابه الدراسات السابقه في اي بحث، هل ده معناه ان انا كل مره افتح الجي بي تيز ده، ولا ممكن في الشات جديد اشتغل وهو هيفهم وهيكمل؟ طيب هجاوبك، بس خليني اكمل الحته دي وانت هتعرفي لوحدك، وهجاوبك بقى. بس عشان مش عايز اجاوبك واخبط ترتيب المشروع اللي احنا عاملينه. احنا هنا فتحنا اعدادات المشروع، وكتبت له انت المساعد الذكي لشركه المايسترو والكلام ده كله، وقفلناه خلاص. هو كده شات نقدر نتكلم معاه. تمام. انا ممكن اقول له كده: انا عايزك تكون بتعمل لي بالعاميه خالص كده كل بوستات ومقالات السوشيال ميديا بتاعتي. شوف كده هيرد يقول لي ايه. ممتاز، انا اقدر اعمل كذا 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 كذا. هو عايز بقى يسالني شويه حاجات: ايه اسم صفحتك، ايه اسم مش عارف ايه، ايه اسم الكلام ده كله. تمام. طيب هل انا عندي اجابه ارد عليه؟ ممكن ارد عليه. ولا انا عندي اصلا فايل في الكومبري بروفايل بتاع الشركه بتاعتي كلها، ومش عايز اتكلم كتير، وعايز اديله الفايل ده هو ياخده يتكلم فيه.
طب تعالوا كده نرجع باك. شايفين كلمه المصادر؟ المصادر دي لو عملت اضافه مصدر بيفتح لي اكتر من حاجه. المصادر اللي موجوده دي هو جوه المشروع بيلتزم بيها وبيرد منها. لو جيت قلت له مثلا كده وجيت فتحت كده مثلا اديته ده مثلا، ده ملف عن ابلكيشن انا شغال فيه الايام دي، بعمل الماركتنج بتاعي. فانا اديته الملف ده، هو بيحمله، وبعد ما يحمله هيكتب هنا، يعني لو جيت انا سالته نفس السؤال ده تاني هيفهم الشركه اسمها ايه، وايه المنتج اللي انا ببيعه، وايه المحتوى اللي انا عايز اعمله طبقا للمصدر ده. طب انا عايز اضيف لوجو البراند، عادي جدا، انا عندي لوجو مثلا هنا، اضيف لوجو البراند. هنعتبر ان ايه اي حاجه، ده لوجو البراند مثلا. انا عندي صور بوستات قديمه عايزه يلتزم بيها، عادي جدا، هاجي هنا افتح صور بوستات قديمه، اديله صوره بوست اهو التزم بيه. اديله في المصادر، كل ما اديله مصادر، طب انا عندي ماتيريال كامله زي ما دكتوره مروه كانت بتسال، مثلا عندي ماتيريال كامله بتاعه المنهج او بتاعه المحاضرات اللي انا بديها، اديها له هنا، عمال اديله مصادر كتير. وهاجي هنا بقى ارجع للدردشات تاني واعمل كده واقول له ايه اقرا المصادر وقول لي يعني تقدر تجاوب على الاسئله دي في ايه. طيب خدوا بالكم ان انا عشان اعمل مشروع انا بقعد 3 ساعات انا وشات جي بي تي، واقعد انا وملفاتي ابني في المشروع. فاحنا لو احنا بنعمل حاجه دلوقتي بنعمل حاجه سريعه وعشوائيه مش دقيقه لاغراض التعليم، لكن انا عايزك انت تقعد تبني مشاريعك بنفسك حتى على النسخه المجانيه من غير ما من غير ما تشترك. اعمل مشروع، انت مثلا بتعمل محاضرات، اعمل مشروع لكل ماده، او مشروع للمحاضرات الخارج اللي هي البرايفت مثلا، او مشروع للمحاضرات السمر كورس التدريب الصيفي، او مشروع للمحتوى اللي انا بعمل محتوى ليا على السوشيال ميديا، انا عايز اعمل مشروع عن المحتوى اللي بعمله على السوشيال ميديا، او مشروع عن العملاء بتوعي. اعمل لكل موضوع مشروع. يعني ايه اعمل لكل موضوع مشروع؟ يعني انا عايز مشروع، افتح المشروع اقول له اديني بوست النهارده، هو يكتب من غير ما انا اقعد اديله في تفاصيل، او اديني محاضره النهارده هو يقعد يكتب من غير ما اديله في تفاصيل. فطبعا هنا انا مديله ملفات عشوائيه، فهو بيقول لي الصور المفقه لا تحتوي على مصادر، هو لسه بيحمل فيها، هي لسه بتحمل اهي، بدا يشوف. اعمل له ريفرش عشان يبدا يشوف تاني. نيجي هنا على المصادر، هو حمل صوره حمل صورتين، ما حملش البي دي اف، يعني هو البي دي اف ما حملوش، المفروض يحمله. خلينا نحمل اي حاجه، اي ملف وورد اهو. النت بعافيه شويه، نفتح هوت سبوت. زي ما قلت لكم الموضوع بياخد وقت، فانت بتقعد تحمل المصادر بتاعتك كلها وتبدا تتكلم معاه في الدردشات و... اعدادات المشروع دي. طبعا انا كاتب اي كلام هنا. بعد ما تحمل المصادر بتاعتك، مش عايز احمل دي، بعد ما تحمل المصادر بتاعتك اتكلم معاه هنا تاني وقول له انا عايز اجدد اعدادات المشروع الثابته، اديني تعليمات ثابته احطها في تعليمات المخصصه للمشروع بحيث تكون دي تعليمات مستديمه لهذا المشروع. هو بيبدا يرد عليك ويديك تعليمات المشروع، هنجربها مع بعض اهو. خلاص، تعالى هنا نفتح الدردشه اللي احنا كنا فاتحينها، نعمل ريفريش.
دي اخر سؤال طلبناه منه. هو بدأ دلوقتي، نعم استطيع المجال. انت دكتور محمد عبد الستار، انت تدرس ماده الديجيتال ماركت. بدأ يقرا الملفات اللي في المصدر، تمام. فهقول له طيب دلوقتي انا عايز اجدد التعليمات المخصصه للمشروع بشكل مستديم. عمل لي تعليمات مقترحه للمشروع. هاخد انا التعليمات دي. انت بص بقى، يعني اقرا كده. فاكرين لما انا كتبت له قلت له انت المساعد الذكي بتاعي واعمل كذا كذا كذا؟ لا، ده هو قال لي انت كاتب محتوى رسمي لفلان الفلاني وشركه المايسترو، تتمثل مهمه المحتوى في كذا 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 كذا، طبقا طبعا للمصادر اي كلام اللي انا اديتها له. هو طلع منها تعليمات. هاخد التعليمات دي واجي هنا على المشروع نفسه، واجي على اعدادات المشروع، واشيل بقى التعليمات اللي اي كلام اللي انا اديتها له دي، وابتدي اديله تعليمات مظبوطه ومترتبه، وابدا اعمل حفظ. كده انا بقى معايا مشروع ثابت معايا هنا على الشمال في المشروعات، اقدر اجيبه. طبعا انا عندي مشروعات كتير مجهزه، بس دي على الباقه المجانيه. انا عندي اشتراك تاني مدفوع عامل عليه مشروعات تانيه. يعني مثلا انا عامل هنا 4 مشروعات. المشروع عن السوشيال ميديا والميمز ديزاين. انا بعمل ميمز على السوشيال ميديا، فانا مديله تعليمات معينه في ان احنا التعليمات بتاعته. انت مشروع مخصص لكتابه السوشيال ميديا وتصميم صور لفلان الفلاني، ودي القيود بتاعتك، ودي كل حاجه. وحاطط له في المصادر كميه حاجات، خطه محتوى، بصمه جينيه لطريقه التفكير، او اسلوبي في الكتابه، انا مين، وتمبلت. يعني تمبلت عشان لما اجي يصمم لي صوره على بوست يصممها لي جوه التمبلت ده. فانا صمم لي صوره بوست عن هندسه الاوامر. انا قلت له انا مين؟ ما قلتلوش انا مين. انا قلت له بعمل ايه؟ ببيع ايه؟ ما قلتلوش ببيع حاجه. كل اللي طلبته منه صمم لي صوره بوست عن هندسه الاوامر. هو هيقوم متشقلب وعامل صوره، مكريت صوره، مولد صوره بالذكاء الاصطناعي، بيبحث في سياق المشروع وهيطلع لي بوست. هيعمل صوره بالالوان بتاعتي، بالبصمه بتاعتي، بالشكل بتاعي، بطريقتي. وهيخرجها لي في الاخر، اخدها منه احطها على الفيسبوك، اكني عاملها يعني بديزاين احترافي. هنشوف دلوقتي هيطلع ايه. طيب نسيبه قبل ما يطلع. عامل واحده تانية عامل مشروع تاني مثلا لايه؟ عامل كاروسيل، عامل له مشروع. عامل اليوتيوب ستوديو، عامل له مشروع سكريبتات اليوتيوب، الصور المصغره اليوتيوب. وحد تاني عامل له مشروع مخصص فيه. لو وريتكم الاكونت التاني اللي انا بشتغل عليه بشكل اساسي، في حوالي 30 40 مشروع، كل مشروع بشغلانه معينه. من خلال المصادر والدردشات والتعليمات اللي انا بعملها هو بيتدرب عليها. ممكن اخش ادرب المشروع ده واجدد بياناته بشكل مثلا كل يومين 3 طبقا للاستخدام بتاعي. بنائك للمشروع نفسه هتاخد 2 3 عشان تبني مشروع مخصص يقدر يساعدك بشكل حقيقي وشكل مستمر في كل الطلبات اللي انت عايزها. فهنا قوه شات جي بي تي في المشروعات المخصصه، ودي من اهم مميزات شات جي بي تي. طب ايه هي الجي بي تيز بقى؟
اللي حضرتك كنت بتسالي عليها. لا، هنا الموضوع بيتطور اكتر وبيخش فيه اوتوميشن اكتر. هناخدها في الحته بتاعت الاوتوميشن بس عشان دماغنا ما تشتش مننا في الاساسيات، فخلينا نمشيها واحده واحده. هنا هو خلص، شايفين النقطه الخضراء دي معناها ان في حاجه خلصت. يعني ايه؟ لو دخلت كده هو خلص لي البوست، عمل لي بوست عن هندسه الاوامر، عمل لي 2 اختار منهم واحد، فهنا هختار منهم واحد لو انا عاجبني، بس طبعا الاثنين مش عاجبني. فاحنا بنتكلم في ان انا ما اتكلمتش معاه كتير. يعني انا ممكن اقول له هنا، خلينا الصوره الاول مثلا، ممكن اقول له هنا ازود بقى تفاصيل، اقول له خليها شكل مبسط وهكذا، ازود معاه في التفاصيل. يتدرب هو مع المشروع اللي بيعمله ويشوف المصادر اللي موجوده ويكتبها بشكل مناسب للي انا عايزه. تمام. طيب خلينا ناخد كده مثال تاني للمشاريع. خلينا هنا مثلا نيجي هنا على مشروع اليوتيوب ده مثلا. ممكن اتاكد بس ان في مصادر، في مصادر. ماشي. ممكن تعمل لي سكريبت فيديو شورت عن هندسه الاوامر. برضه ما قلتلوش انا مين ولا بعمل ايه ولا القناه بتاعتي بتتكلم في ايه، هو عمل سكريبت على طول. هو انا مدربه على طريقه كلامي وعارف ليه الناس، انا لا قلت له عاميه ولا عربيه فصحى. انا مديله يعني في المصادر هنا انا مديله مصطلحات، يعني مديله مصطلحات بتاعتي. لو فتحنا كده الملف الوورد ده او الفايل ده، انا مديله مصطلحات ليا. يعني لو ناخد بالنا هنا، يا برنس يا برو يا كبير، انا بقول كده. استخدم كلمات معينه، مدربه على المصطلحات دي. وعشان اجيب المصطلحات دي قعدت وقت طويل اخد من فيديوهاتي اللي على اليوتيوب واستخرج منها المصطلحات واقول له شوف انا كنت بقول ايه كتير بشكل مكرر، واعمل لي بصمه جينيه لطريقه كلامي. وخدت الفايل ده اديته للمشروع، فبالتالي هو لما عمل سكريبت هو اتكلم بطريقتي. يعني مش طريقتي 100%، اتكلم بطريقه قريبه جدا مني. فبالتالي الكلام مش باين عليه ان هو ذكاء اصطناعي، لا ده انا ممكن اخده دلوقتي وافتح الكاميرا واقراه وكده انا عملت فيديو. فهنا قوه المشروعات بقى، انا بدربه على حاجات معينه هو استغله فيها ان هو يطلعها لي من غير ما اقعد اكلمه واعمل شات جديد. طيب لو رجعنا هنا تاني بقى للدردشات، في شويه زراير كده كتير احنا بنشوفها وما نعرفش عنها حاجه. فاكرين لما قلنا زرار البحث، لما انا هنا اقول له اديني، نشوف كده نتيجه مصر وبلجيكا في كاس العالم. طيب شات جي بي تي طبعا لغايه فتره قريبه ما كانش بيعمل البحث التلقائي ده، هو لوحده شغل الزرار. لما لقى ان انا ببحث عن حاجه في الانترنت هو لوحده شغل الزرار ده. قبل كده ده ما كانش بيحصل. فدلوقتي هو طلع لي النتيجه ان مصر جابت جون امام عاشور في الدقيقه 19. طب انا عايز يبقى الكلام بتاعي يعني دايما من على الانترنت بشغل له كلمه البحث دي. فهو كده كده مش هديله الاختيار في ان هو يبحث او ما يبحثش، لا هو اي سؤال هساله له هو عامل فيه بحث. طيب في ايه تاني ممكن اعمله هنا؟ ممكن اقول له كتابه، فهو هنا يعني بيديني شويه اختيارات، شوف انت عايز ايه منهم. وممكن اعمل انشئ صوره، فهو هنا بالتالي اللي انا هقول له عليه هو هيعمله. ولكن شات جي بي تي دلوقتي وادوات الذكاء الاصطناعي بقت ذكيه اكتر، فانت ممكن ما تختارش الكلام ده وتقول له انشئ صوره على طول لميسي. هو هيعمل صوره على طول لميسي من غير ما ادوس كلمه انشئ صوره. لغايه وقت قريب كان لازم تحدد له ان انت تنشئ صوره. طيب في هنا كمان علامه الزائد دي، لو دوست عليها بيطلع لي شويه حاجات. اول حاجه واعتقد كلنا بنستخدمها هي اضافه الصور والملفات.
بنضيف كده، بنفتح الزائد دي زي ما عملناها في اضافه المصادر، بيفتح لي النافذه بتاعتي، اقدر احط اي صوره او ملف انا عايز اساله عليها. في ايه تاني؟ في انشاء صوره، في التفكير دي بياخد وقت اطول في الرد، ما بيردش عليا بسرعه، هو بياخد الكلام اللي انا اديته له وبيعيد صياغته هو مع نفسه في الباك دور ويرد عليا. طيب في ايه تاني؟ في البحث التفصيلي، في البحث في الويب، في ان انا ممكن اربط شات جي بي تي بكانفا او باوبن اي اي بلاتفورم، ده لو انا حابب اسال عن حاجات تخص اوبن اي اي او المشروعات نفسها. هو عامل لك المشروعات اهو. انا لو انا عايز اتكلم هنا في شات وافتكرت ان الشات ده انا عايز ده يخص شركه المايسترو، بخش هنا اجيب شركه المايسترو واقول له اعمل ايميل لعميل جديد بعرض عليه منتجاتي. طبعا هو لو متدرب على المشروع بتاعي مظبوط وفي مصادر كتير وفي ومعرفه كل حاجه عن نفسي وعن شركتي وعن منتجاتي وعن المحاضرات اللي بديها وعن الفيديوهات اللي انا عايز اعملها وعن الشخصيه اللي انا عايز اتكلم بيها، وكل المعلومات اللي انا عايز الاي اي يديني اجابه عنها، فبالتالي هو هيديني اجابه دقيقه وقريبه من اللي انا عايزه. فدي حته المشروعات. هنا شات جي بي تي لو انا معايا النسخه المدفوعه هيطلع لي هنا الموديلات بتاعت شات جي بي تي كلها. شات جي بي تي المجاني كافي جدا للي احنا بنتكلم فيه ده. انت مش محتاج تشترك في شات جي بي تي المجاني، مش محتاج تشترك في شات جي بي تي في العموم، الا لو انت عايز تستخدم الكاستم جي بي تيز او تستخدم البحث العميق، لان في هنا اداه اسمها ديب ريسيرش، البحث التفصيلي. دي بتستخدمها لو انت عايز تعمل بحث عميق في الانترنت عن حاجه معينه، دراسه معينه، وانت عايز ليها مصادر موثوقه ومصادر مهمه ومظبوطه، مش مصادر مقالات على الانترنت. عايز تخش في جوجل سكولر شيب وعايز تخش في ورقات بحثيه وبتعمل دكتوراه وبتعمل ماجستير وعايز تعتمد عليه، فهنا بتعتمد على البحث التفصيلي. البحث التفصيلي في الشات جي بي تي المجاني ليه حدود وبيفصل منك بسرعه، انما المدفوع هتستخدمه بشكل مستمر وبشكل اكتر. كمان الصور تقدر تصمم صور في شات جي بي تي المجاني 4 صور في اليوم او 3 صور في اليوم، انما شات جي بي تي المدفوع فانت تقدر تصمم صور يعني ممكن 50 60 100. يعني انا ما جربتش ان هو قفل عليا قبل كده، انا قعدت اعمل صور كل يوم وهو ما قفلش عليا، ففي اللي هو المدفوع. فهنا انت بتستخدم المدفوع في الحاله دي. غير كده انت المجاني كافي جدا. هنا اللي على الجنب دي كل المحادثات بتاعتك، تقدر ترجع لها في اي وقت. تقدر لو في محادثه مهمه تقدر تدوس عليها كده وتعمل لها اعاده تسميه وتعمل لها بن تثبتها، فهي كده اتثبتت. تقدر ترجع لها في اي وقت تعمل لها اعاده تسميه، مثلا تكتب عليها مهم جدا او ايا كان انت عايز تسميها ايه بخصوص كذا. تقدر تضيف المحادثه دي نفسها لو انت شايف ان المحادثه دي مرتبطه بمشروع معين، وليكن مثلا مشروع مايسترو او غيره، فتقدر تحول المحادثه دي للمشروع ده. بتختار المشروع اللي انت عايزه وتضيفها ليه. بتقدر تمسح محادثه او تارشفها او تشيلها خالص زي ما انت عايز. طيب شات جي بي تي كله على بعضه كده هو اصلا تقدر تخليه يفهمك ويتكلم باسلوبك. لو جينا هنا عند اسمك الاكونت بتاعك وعملت هنا على الاعدادات ودوست عليها، تشوف شويه حاجات كده كتير. يعني ممكن انت حابب تشوفها، اللغه، تغير اللغه من عربي لانجليزي، تغير المظهر، الكلام ده كله، ولكن مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين حاجه اسمها التخصيص. لو دخلنا على التخصيص هنا هتلاقي حاجات كتير تخص اسلوب شات جي بي تي في الكلام معاك. لو جينا هنا على الاسلوب والنبره، انت عايزه احترافي، ودود، صريح، طريف، فعال،
ساخر، اختار الشكل اللي انت عايز شات جي بي تي يتكلم معاك بيه. عايز تسيبه افتراضي سيبه، عايز تخليه احترافي خليه احترافي. كل ردوده هتبقى احترافيه، مفيش وقت للهزار. انت مش عايزه يتكلم كتير ولا يرغي كتير ويديك ردود احترافيه، خلاص اختار احترافي. السمات بتاعته، يعني لو هو لطيف هتخليه كتير ولا اقل؟ لو هو حماسي هتخليه كتير ولا اقل؟ العناوين والقوائم عايزه مرتب قوي ويقعد يحط لك بولت بوينتس، خلاص خليها كتير. انت مش عايز الكلام ده، خليه اقل. الايموجيز ساعات كتير شات جي بي تي بيحط ايموجيز، انا مش عايزه يحط ايموجيز، اقل. ما تحطوه، ما تخلوش يعمل كده. طيب اجابات سريعه، عايز شات جي بي تي يرد عليك بسرعه ولا يفكر؟ تقدر تعمل ده كده وتقدر تعمل ده كده. التعليمات المخصصه دي حاجه مهمه جدا. بتحط تعليمات مخصصه. انا كاتب له هنا من دماغي: قدم معلومات دقيقه وموثوقه واعتمد على المصادر الرسميه والحديثه كلما كان ذلك ممكنا، واذكر المصدر عند الحاجه. تحدث معي باللغه العربيه الفصحى بشكل افتراضي، واستخدم العاميه المصريه فقط عند كتابه سكريبتات الفيديوهات او البوستات. لا تجاملني في التقييم او اتخاذ القرار عند طلب رايك او المقارنه بين الخيارات، وهكذا. انت حط التعليمات المخصصه اللي انت شايفها مناسبه ليك وعايز شات جي بي تي يتكلم معاك بيها. طب انت مش عارف تكتب التعليمات المخصصه دي، خش على شات جي بي تي خليه يكتبها لك. اطلب منه، قول له انا بشتغل كذا وطريقتي كذا وبحب كذا وما بحبش كذا وبحب الردود تبقى كذا. وكل ما تديه تفاصيل اكتر عن طريقتك في التفكير والكتابه والاسلوب، كل ما يفهمك اكتر. قول له في الاخر اديني تعليمات مخصصه احطها في الاعدادات بتاعت شات جي بي تي، فهيديك التعليمات دي تقدر تاخدها كوبي وتحطها عنك. عايز تحط معلومات عنك، حط الوظيفه، معلومات اضافيه. هل كل ده، مش الناس بتقول الاي اي بيسرق معلوماتنا وممنوع نشاركه المعلومات الشخصيه؟ اه طبعا، بس انا هنا مش حاطط عنواني، مش حاطط رقم تليفوني، مش حاطط رقم فيستي، مش حاطط تفاصيل حياتي، مش حاطط حاجات آه، خاصه بيا انا مش عايز اشارك بيها شات جي بي تي. لا، انا حاطط حاجات عامه. الوظيفه انا مش حاطط وظيفتي، انا حاطط اللي انا عايزه منه. انا صانع محتوى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا كذا كذا، مش حاطط وظيفتي. مش حاطط حاجات كتير عني، انا مش عايز ده. لكن بحط الحاجات اللي انا عايز شات جي بي تي يتكلم فيها او يرد فيها عليا بالشكل اللي انا عايز ده. فالتخصيص ده مهم جدا، ده بيغير نبره شات جي بي تي كله معايا. اتكلم معاه ازاي ويطلع لي المخرجات بتاعتي ازاي. في حاجات كتير هنا نقدر نخش عليها ونفتحها ونشوف ايه اللي احنا يعني بتتكلم عن ايه. خش وافتح وشوف التطبيقات دي. يعني شات جي بي تي مربوط بشويه تطبيقات كده. هو هنا في المجاني مش فاتح غير يعني حاجات بسيطه، لكن في المدفوع التطبيقات دي بتبقى اكتر. يعني لو جينا هنا هو عنده، نقدر نربط كانفا ويطلب منه تصميمات، نقدر نربط معاه فوتوشوب، نقدر نربط معاه شويه حاجات كده. لافابول ده بيعمل مواقع بالذكاء الاصطناعي. نشوف ايه البرامج اللي احنا نقدر نربطه بالجيميل مثلا لو موجود. يعني مش عايز اتوهكم، خلي دي مرحله تانية كده. في حته الاوتوميشن هنتكلم في موضوع الورك فلو، ازاي نربط البرامج بشات جي بي تي. بس شات جي بي تي فيه مميزات كتير جدا، مهم ان احنا نستخدمها عشان نستغل قدراته الرهيبه في الذكاء الاصطناعي، في المخرجات اللي يقدر يساعدنا بيها. فمهم ندربه على اسلوبنا، مهم نعمل مشروعات مخصصه لكل وظيفه معينه، مهم نستخدم اقصى امكانيات ليه. وكل ده في النسخه المجانيه، ما دخلناش للنسخه المدفوعه. طيب سريعا كده ناخد اسئله. مش عارف دكتوره مروه انا جاوبتك كده باللي احنا اتكلمنا فيه عن سؤال حضرتك ولا لا، قبل ما ننقل على الاداه الثانيه اللي هي جيميناي. اي حد محتاج يسال اي حاجه في شات جي بي تي اتفضل. معلش أنا سؤالي لحضرتك هو إذا عدد اللي هو الصور 50 أو 60 زي ما حضرتك قُلت، النسخة اللي هي ب250 والّا ب700؟
لا، النسخه اللي ب 700. النسخه اللي ب 250 بيديك 20 صوره، اللي هي في نسختين مدفوعه. النسخه اللي شات جي اللي بي هي تي جو. جو، طب ما تيجي تعالوا نشوف كده، تعالوا نشوف. يعني ده سؤال. بصي انتوا شايفين كده، انا هندوس على ترقيه الخطه او ابديت. هو هنا لوحده طلع لي ان في نسخه مجانيه وفيها ايه، وفي نسخه ثانيه بلس اللي هي ب 1000 جنيه مش ب 700 جنيه. بس هو ما كتبليش جو. تعالى هنا ندوس على جميع الخطط، طلع لي هنا جو اللي هي ب 220 جنيه اللي حضرتك كنت بتسالي عليها. هو هنا مش محدد، بس انا عارف انها 20 صوره. يعني هنا جو دي بيدي 20 صوره في اليوم. طب لان معلش انا سؤال كنت تاني، لو بعمل edit يعني اطلع لي صورة مثلا thumbnail وعايزة احطها، محتاجة اعدل فيها حاجة بيحسبها صورة تانية؟ طبعا بيحسب صوره ثانيه. اوكي. هقول لك الطريقه البديله لاستخدام صور اكتر من غير ما نشترك في بلس. يعني لو بلس غالي علينا شويه، هو جو حلو. بس لو انا يعني لو هتاخدي بس. نصيحتي، لا خليكي في المجانيه. لو انت عايزه صور، اصل خمس صور في اليوم ما فرقتش كتير عن 20. طب انا بعمل ايه؟ انا عندي هنا 7 8 جيميل، اقدر اعمل كذا شات جي بي تي مدفوع في كذا مكان، واقعد انقل المشاريع من هنا لهنا، وادرب شات جي بي تي اللي في الاكونتات كلها على اسلوبي. وكده بقى معايا 5 6 نسخ مجانيه اقدر استخدم الليميت بتاعها. اوكي. انتوا فاهمين انا يعني الحته دي؟ حد فاهم الحته دي؟ اللي هو ال VPN وكده، مش VPN لا بيعملوا مش في بي ان، مش في بي ان. ميل انا بيعمل. بيبقى عندي كذا جيميل، انا عندي كذا جيميل مثلا، بقدر افتح بكل جيميل شات جي بي تي غير التاني، واقدر استفيد من الليميت بتاعه. طب انا عاجبني شات جي بي تي وعايز اشترك، خش في البلس. يعني لو قلنا البلس ده اللي هو 1000 جنيه من 220 جنيه، يعني 1000 جنيه 5 اضعاف ال 200 جنيه. ولكن هو هنا بيدي 30 40 ضعف المزايا اللي موجوده في جو. يعني لان بلس بيفتح لك الدنيا على البحري. اوكي. ميرسي جدا لحضرتك، شكرا. طب انا محتاج صور بشكل كتير. هنا بقى ايه؟ جيميناي. حد عايز يسال في حاجه في جي بي تي قبل ما نخش جيميناي؟ لا تمام يا دكتور. طيب جيميناي هو برضو زيه زي شات جي بي تي تقريبا. يعني الواجهه قدامنا ايه، بنختار الموديل. هو اوتوماتيك بياخد على الفلاش لايت. وفي هنا ممكن اعمل ابلود لملفات. وممكن كمان اعمل حاجه اسمها افاتار، لو حد يعرف الافاتار. دي بقى الفيديوهات والصور والحاجات دي. وبعمل كرييت ايمج برضو. وفي ميزه زياده ان هو بيعمل كرييت فيديو. وممكن كمان اعمل كرييت ميوزك. بس ده المدفوع. خلينا ناخد واحد مجاني، نشرح على واحد مجاني عشان يبقى قدامكم الموضوع واضح. كده احنا فاتحين المجاني، النسخه مجانيه خالص اهي. تمام. نيجي هنا، بيعمل ابلود فيديو، بيعمل ابلود فايل سواء صوره او ملف. بيوصلنا لحاجه اسمها نوت بوك، هنعرفها. في ديب سيرش برضو زي شات جي بي تي، بس برضو محدود في المجاني. بيقدر يعمل كرييت ميوزك، يقدر يعمل كرييت ايمج، بس ما بيعملش فيديو. المدفوع بس هو اللي بيعمل فيديو. وفي حاجه اسمها كانفاس هقول لكم عليها.
ويعني في اختيار كده بيرسونال انتليجنس اللي هو يعني يتعود على اسلوبك ولا لا. وعلى الشمال هنا برضو في نيو شات، وفي سيرش في الشات نفسه ان انا ادور في الشاتس القديمه، وفي ايمجز لو انا عايز اعمل صور. هنا جيميناي الحدود بتاعته المجانيه في الصور اكبر بكتير. احنا مش هنقول بلا حدود، لا هو بحدود، بس يعني ممكن توصل ل 50 60 صوره في اليوم وما يقفلش عليك، مفيش مشكله في المجانيه. بس مش هنعمل الصور في جيميناي. جيميناي هتعمل الصور هيديك 5 6 صور ويقفل عليك. هنفتح حاجه اسمها فلو، هنعمل منها الصور بحدود كتير جدا، تقدر تديك نتيجه قريبه من شات جي بي تي بس مش احسن من شات جي بي تي. طيب في هنا حاجه اسمها نوت بوك ال ام، وفي ده بديل البروجكت بقى بتاع شات جي بي تي او المشروعات بتاعت شات جي بي تي. لو عملنا نيو نوت بوك كده وهنسميه مثلا المايسترو، برضو يعني مش هيختلف عن شات جي بي تي كتير. اد سورس بديله برضو السورسات، بعمل ابلود فايل بغذيه بالداتا بتاعتي اللي انا عايز اديها له. وبرضو في هنا اعمل نوت بوك سيتنجز، بديله التعليمات نفس القصه بتاعت شات جي بي تي، بديله التعليمات بتاعت المشروع في الانستراكشنز. هنا انت مدير التسويق لشركه المايسترو، وادوس سيف. برضه هنا بقول له ببتدي اتكلم معاه وادربه. بتعمل المشاريع بتاعتك بتبقى هنا على الشمال، تستدعيها في اي وقت تقدر تتكلم معاه ويطلع لك النتيجه طبقا للتدريب بتاعه. المشاريع بتاعت شات جي بي تي في وجهه نظري اقوى من المشاريع بتاعت جيميناي في الحفاظ على نبره الصوت والستايل. نبره الصوت هنا يعني نبره الشخصيه، والستايل وطريقه الكلام وكل ده. شات جي بي تي اقوى شويه في الحته دي. جيميناي حلو في السيرش والبحث في جوجل والفيديو طبعا والصور والحاجات التانية. طيب انا دلوقتي عايز اعمل صور بشكل كتير واعمل ايديت بقى براحتي. فهو من جيميناي يا اما هنا اقول له اعمل لي صوره مصغره عن فيديو عن هندسه الاوامر لليوتيوب، بيعمل هنا الصوره. هو اسرع في تكوين الصور من شات جي بي تي شويه، يعني مش هياخد الوقت الطويل اللي شات جي بي تي خده. هناخد يعني هنقعد نقول له اعمل لنا صور اعمل لنا صور لغايه ما يقفل علينا. هو عمل لنا لو تلاحظوا عمل صوره اسرع بكتير من الاول وطلع لنا هنا الصوره. تمام. ناخد بالنا ان في هنا نجمه بتظهر دي في كل صور جيميناي. شات جي بي تي ما بيطلعش النجمه دي اللي هي العلامه المائيه. طلع لنا صوره حلوه قوي من برومت بسيط جدا، وجاب واحد انا ما اعرفش مين ده، بس يعني هو انا ما اديتوش صوري فبالتالي هو جاب واحد مش شكلي. طب لو انا حطيت له في المصادر بتاعه المشروع صورتي وبدات احط له الستايل بتاعي والالوان بتاعتي والكلام ده كله، هيبدا يتدرب على ده. هيبدا يتدرب على ده، وكل ما اديله مصادر اكتر هيبدا يتدرب على المصادر دي. في ميزه بقى في جيميناي مش موجوده في يوتيوب، في شات جي بي تي، ان انا ممكن اديله هنا قناه يوتيوب او فيديو يوتيوب. يعني لو انا هنا عايز احط في المصادر انا بتفرج على فيديو يوتيوب وعجبني الفيديو ده، طلع اعلان الفيديو ده. تمام. هاخد الفيديو كده كوبي واجي هنا في المصادر، اعمل اد سورس واعمل اد ويب سايت واحط هنا الفيديو وادوس انسرت.
هو جوجل هي الشركه المالكه لجيميناي، وهي نفس الشركه المالكه ليوتيوب. فبالتالي جيميناي عنده اكسس لليوتيوب، يقدر يخش على الفيديو ويجيب كل اللي مكتوب فيه. فبالتالي هنا الفيديو هو اصبح موجود صوت وصوره وكتابه وكل حاجه في المصادر بتاعتي، اقدر اساله عليها. طيب لو انا حبيت اعمل صور بشكل مكثف، بكتب هنا في السيرش فلو، FLOW، وافتح هنا ده جوجل ليبس، يطلع لي موقع اسمه فلو. بدوس هنا على كرييت ويز جوجل فلو، وبخش بالاكونت بتاعي اللي هو نفس الاكونت اللي انا داخل بيه على جيميناي. بقدر اعمل من هنا صور كتير بشكل كبير، هناخدها في المحاضره المخصصه لانشاء الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. اعمل هنا نيو بروجكت، فتح لي بروجكت جديد. طبعا عشان انت اول مره بتفتح فبيقعد يفتح لك ويلكم مسج بقى ولازم تتفرج على الحاجات الجديده بتاعته وجيت ستارت كده. تمام، هنقفل دي ونقفل دي، وهنا هقول له اعمل لي نفس اللي انا قلته له. تعالوا ناخده كده كوبي، اعمل لي، ناخده هنا كوبي ونحطه هنا. بس ناكد ان احنا بنعمل صوره مش فيديو، وبنعملها هنا التحكم اقوى شويه. يعني في هنا المقاسات، هنا ما كانش فيه المقاسات، هو طلع المقاس ده كده عشان انا قلت له يوتيوب. لو ما كنتش قلت له يوتيوب كان ممكن يطلع لي مقاس تاني. ممكن اعمل محاوله، ممكن 2، ممكن 3، ممكن 4. خلينا نعمل 2. في هنا موديلين للصور، نانو بنانا برو لو انا عايزه اقوى وهياخد وقت اطول. انا عايز الموضوع بسرعه، خلينا في نانو بنانا 2، وادوس انتر. برضه نفس القصه، نعمل صور بشكل اسرع شويه. تمام، طلع لنا هنا. طبعا هو انا ما حددتلوش بالعربي ولا بالانجليزي، فدي صوره مش مشروع، يعني صوره من غير مشروع، فلازم اديله تعليمات دقيقه. لكن هنا صوره من مشروع، فانا اوريدي قايل له ان في شركه المايسترو، فانا مكلمه بالعاميه بالعربيه، فهو فاهم ان دي بالعربيه، لكن هنا طلع لي باللغه الانجليزيه. عايز بقى انا اعدل، اقدر اعمل هنا بالخانه دي كده واعدل، خليه بالعاميه اللي حضرتك كنت بتسالي عليها يا دكتوره، ازاي اعدل وهل بياخد كريدت ولا لا. هو السؤال بس معلش، هو فلو بيشتغل من الموبايل؟ انا جربته امبارح من الموبايل ما عرفتش اعمل بيه صورة. فلويد، لازم لا فلو. فلو بيشتغل من الموبايل. والله ما طلعليش اللي انا يعني ما عملش كرييت للايمج. حسيته عايز ديسكتوب مش عايز موبايل يعني. مش لا لا عارفه. لا، عايز بيشتغل على الموبايل جدا عادي جدا، مفيش اي مشاكل. بتعملي نيو بروجكت او مشروع جديد. هو حضرتك عملت ولا سيرش على فلو جوه جيميناي ولا في الجوجل سيرش عادي في اللي في هو جوجل عملت، كتبت اه فلو اوكي. هنا كده، كتبت فلو، تمام. فلو من غير دوت كوم، او اول واحد لان هو اسمه يعني جوجل لابس فلو AI، فيعني بتكتبي فلو في السيرش هو بيطلع اول واحد، هو من جوجل لابس. فبتفتحيه كده وهو بيطلع الخانه، الصفحه اللي احنا كنا فاتحينها. هنا ناخد بالنا ان الصوره اتغيرت، بقت بالعربي، كل ما مم. اديله تعديلات اكتر. طيب انا ما بعرفش اعمل برومبت، وما بعرفش اكتب للصوره برومبت كويس. هنا استخدامات شات جي بي تي، الشات بوت او ال LLM او اللارج لانجوج موديل اللي هي الموديلات اللغويه، اقدر برضو استفيد منها انها تعمل لي، تساعدني في انتاج الصور. يعني انا عايز اقول له اعمل لي احترافي لصورة مصغرة
عن فيديو عن هندسة الأوامر، ويكون الكتابة باللغة العربية. هنا أنا بتكلم جيميناي أو شات جي بي تي أيا كان فيهم يعني. أهلا بيك يا زميلي، هو اتكلم كده لوحده ما اعرفش. طيب طلع هنا برومت أهو، هاخده كده كوبي واجي هنا في فلو، واجي هنا. شايفين التفاصيل؟ تفاصيل كتير قوي يعني، ونشوف كده هيطلع ايه. فهنا جيميناي ساعدني في ان انا يعمل لي برومت، ولا اقعد بقى اكلم الناس على الفيسبوك ولا تيك توك اقول له فين البرومت، يقول لك البرومت في الكومنت وسيب لي نقطه وانا اديك البرومت، ويقعدوا ينشفوا ريقك. قال البرومت اهو، انت ما عملتش حاجه، انت كتبت بالعربي قلت له اديني برومت. نفس القصه حتى، يعني لو انا جيت هنا نيو شات، انا عايز اعمل دراسه جدوى. حد كان بيسال في بدايه الكورس خالص هو انا اقدر اعمل دراسه جدوى؟ اه نقدر نعمل دراسه جدوى لو انا جوه المشروع ومدي مصادر كويسه مظبوطه عن الشركه بتاعتي والشغل بتاعي، وعايز اخد منها دراسه جدوى كويسه، بس انا مش عارف اكتب البرومت. انا هطلب منه اكتب لي برومت، اطلب فيه منك دراسه جدوى عن تربيه الكتاكيت. بص هنا البرومت اللي هو كتبه لي: بصفتك خبير في دراسات الجدوى والمشاريع الزراعيه والحيوانيه، عايزك تعملي دراسه جدوى تفصيليه كذا 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 كذا. كل ده برومت على فكره، وهو هنا سايب لك خانات. حجم المشروع ازاي يبدا؟ انا هدفع 1000 جنيه، هبدا ب 1000 جنيه او 1000 كتكوت، هبدا ب 1000 كتكوت او 500 كتكوت او 10 كتاكيت. مكان المشروع هعمله فوق السطح عندنا في البيت. الميزانيه المبدئيه معايا 200 جنيه. الخبره زيرو. اكتب كده، اخد ده كده برومت، واجي هنا نيو شات واكتب هنا البرومت، واجي هنا كده واعمل كنترول شيفت يمين عشان يعدل لي الكتابه عشان عينيا ما تبصش. اكتب هنا عدد الكتاكيت، امسح دي كده واكتب هنا 100 كتكوت. مكان المشروع فوق السطح. الميزانيه 200 جنيه. الخبره زيرو. بس في حاجه تانيه مطلوبه مني اهو، ادي برومت اهو. يعني احنا شايفين اهو برومت احترافي، ما طلبتش من حد يكتب لي برومت، ما دخلتش ذاكرت كتاب هندسه الاوامر، يعني ما فيش ايفورت كتير يعني عشان اكتب برومت مظبوط. هدوس كده هيطلع لي البرومت، هيقعد يفكر بقى مع نفسه. ويطلع لي هنا شويه حاجات، كلام كتير كده ومعلومات اقدر اخدها واستفيد بيها وادرسها واشوف المشروع واداره المخاطر بتاعته، الكلام ده كله. تمام. طيب حاجه مهمه جدا لما اجي اعمل دراسه جدوى، فانا محتاج نفتح نيو شات كده وادي له نفس البرومت. هنا محتاج ادرس منافسين وادرس سوق وادرس جمهور. فهنا هدوس حاجه اسمها اللي هي الديب ريسيرش. ونفس الكلام ده في شات جي بي تي لو تفتكروا، كنا فاتحين شات جي بي تي اهو، نفس الكلام هاجي هنا اعمله برضو. هطلب هنا اعمل البحث التفصيلي اللي هو الديب ريسيرش. لو ناخد بالنا هنا فتح لي زرار البحث التفصيلي ده، بيقعد له بقى بتاع 10 دقائق ويديني النتيجه بعدها. فده لازم يكون عندنا صبر شويه. ده بيعمل بقى بحث عميق جوه الانترنت وجوه كل حاجه هو يقدر يوصل لها. نفس القصه في جيميناي. هنا عملت ديب ريسيرش اهو، هدوس واخليه برضو يقعد ياخد وقته. فهنا الديب ريسيرش فايدته
في الحاجات الطويله والمعقده. طبعا كلود في الحاجات اللي زي دي بقى بيبقى اقوى واقوى، بس بيطير لك التوكنز. يعني ممكن وهو بيعمل الديب ريسيرش كده يجي في النص يقول لك انا خلصت التوكنز بتاعتك النهارده. فانت يا عيني انت حتى ما خدتش اجابه. فده كلود من الاخر عايز يبقى مدفوع من الاخر. هو هنا يعني بيقول لك بيديك شويه حاجات كده، يقول لك ستارت، اقول له ستارت، فهو هيقعد بقى مع نفسه هنا شويه حلوين. وشات جي بي تي نفس القصه. شات جي بي تي بص هنا بيقول لك ايه جميع، يعني هو بياخد رايك. بيقول لك جميع اسعار السوق المصري انا هدرسها، تحديد متطلبات تجهيز السطح والعتاد والتكاليف الثابته، حساب التكاليف المتغيره، تحليل فني. هو يعني ايه بدأ ان هو يعمل كل ده. شايفين البار بتاع البحث ده هيقعد له 10 دقائق ربع ساعه. طبعا احنا مش هنستناه، انا عايزكم انتوا تجربوا الكلام ده. نفس القصه في جيميناي. برضو عمال هو يبحث، بس هو هنا جيميناي فاتح لك الموضوع لايف. شوفوا حجم المصادر اللي عمال يدور فيها. دخل على اليوتيوب ودخل على اليوم السابع ودخل على مش عارف مين ومقالات منين، ودخل بصوا فيديوهات، بيفتح فيديوهات ويشوفها. يعني بيفتح هو الفيديوهات دي ويشوف ايه اللي بيتقال فيها، عمال يبحث جواها. حد كان بيسالني في بدايه الكورس احنا نقدر نعمل دراسه جدوى. دراسه جدوى ايه؟ عن تربيه الكتاكيت. ف يعني الاي اي فيه امكانيات رهيبه، بس المهم ان احنا نفهم نستخدمها ازاي. فنرجع تاني لفلو، انا عايز اشوف فلو عمل ايه. هنا لما ادينا له اعتقد لما طلبنا منه برومت احترافي يعمل لنا، اعتقد هنا الصوره بقت احلى واحترافيه اكتر، وتنفع تبقى صوره مصغره. هو ده كده، ده البرومت اللي احنا جبناه من جيميناي لو تفتكروا. احنا طلبنا منه برومت. نفس القصة احنا برضو نقدر نطلب منه يعمل لي برومت فيديو كرتوني عن شخصية فار بيتكلم ويقول نصيحة للأدوات، لاستخدام الأدوات الكهربية بشكل آمن، وخلي الموضوع عن فيشة البويلر، وخليه يتكلم وبالعامية المصرية. وهدي البروم ده لنموذج فيو 3 بتاع فلو. موضوع بسيط جدا اهو، كتبت بالعامية المصرية اللي انا عايزه، بس انا فهمته الشخصية دي مين وبتتكلم عن ايه، وهستخدم البرومت ده لايه، لنموذج فيو 3 بتاع فلو، عشان هو يفهم ان البرومت ده رايح لفيو 3، لان كل اداه وليها تريكات معينه. ادوس انتر. استخدمت جيميناي، استخدمت شات جي بي تي، الاثنين مش هيفرقوا كتير. اداني برومت اهو. طب انا عايز البرومت ده اكتر شويه، فاعمل هنا تاني واجي ادوس اعمل انا عايز اديله شخصيه الفار. يعني انا عندي شخصيه الفار وعايز اديها له، مش موجوده عندي مثلا. بحط له شخصيه الفار. ابدا اقول له انا عايزه يكون في البيت ولابس احمر، اديله تفاصيل. كل ما اديله تفاصيل يديني برومت اطول. اخد البرومت ده هو نفذ ان هو ينشئ فيديو عشان ده حساب مدفوع، فهو بيستهبل. هاخد البرومت ده كده، وقف يا اسطى، كنسل فيديو. نيجي هنا على جيميناي اللي مش مدفوع، ونيجي هنا ونفتح هنا جيميناي. انا سايب هنا يعمل الدراسه بتاعته ولسه شغال فيها على فكره، عمال يعمل في الدراسه بقاله شويه حلوين يعني. اجي هنا واطلب منه البرومت ده. طيب هو هنا يعني ايه، فهم ان انا عايز اعمل فيديو.
فبدل يعمل لي اكتب لي. خدتوا بالكم لما هو هنا كان بيحاول يعمل فيديو فمرضيش لان دي نسخه مجانيه، وكان في المدفوعي حتى بيحاول يعمل فيديو وانا وقفته. انا غيرت بس كلمه، قلت له بدل ما اعمل لي اكتب لي. هو هنا فهم ان انا عايز كتابه، هاخد الكتابه دي عادي جدا، اروح لفلو المجاني برضو، انا كل ده في المجاني، واعمل نيو بروجكت. ده كده الصور، انا اعمل نيو بروجكت بقى على نضيف خالص، واعمل هنا بدل الصور اعمل فيديو. تمام. اتاكد بس انا معايا كريدت قد ايه. معايا 50 كريدت اهم، كل يوم بيديني 50 كريدت، خلاص ماشي حلوين قوي. اعمل فيديو بالعرض، محاوله واحده عشان ما يخلصش الكريدت، واختار فيديو لايت. هو هنا هيستخدم 10 كريدت، وادي هنا البرومت اللي انا خدته من جيميناي، واتاكدت ان كل حاجه تمام. تمام. بس اديله هنا، هيبدا هو يعمل لي فيديو بالشكل اللي احنا عايزينه. طب نرجع نشوف دراسه الجدوى اخبارها ايه، لسه بيعمل. طب شات جي بي تي بصوا شغال يعني، بصوا انتوا متخيلين حجم الكتابه اللي بيكتبها وحجم، بتعمل مجلد، يعني في مجلد بيتعمل دلوقتي. تعالوا نشوف شات جي بي تي وصل لايه. شات جي بي تي بدأ يعمل الدراسه اهو، تعالوا نفتحها. بصوا يعني ممكن تكون مش طويله زي بتاعه اصل تربيه 100 كتكوت، يعني مش محتاجه دراسه اكتر من كده. جيميناي الدراسه بتاعته اكبر شويه، وفيها مراجع اكتر شويه، احنا اتفقنا. حتى عامل معادلات، يعني ازاي تعمل حجم العلف ومكسب العلف فين، والمدفوعات والمخرجات يعني بصوا حاجه هو كاتب لك المراجع كلها. اعتقد احنا هنا خدنا بالنا ان، وكاتب لك طريقه تفكيره. احنا لما فتحنا هنا الثوتس كتب لك طريقه تفكيره، انا فكرت ازاي وعملت كل خطوه ازاي. اعتقد هنا ناخد بالنا ان جيميناي في البحث حلو. البحث والدخول على اليوتيوب ومقالات اليوتيوب والبحث عموما على الانترنت هو اقوى، وكمان منظم. تحس ان الواجهه بتاعته كده فتح لي، انا اقدر هنا اكلمه واخد الحاجه هنا، اعمل هنا شير، عايزها ايه كوبي، اخد كوبي وافتح ملف وورد احطها، او اعملها في ملف هو يطلعها لي على طول في ملف وورد. بصوا هنا الفار، نشوف الفار بتاعنا صديقنا عمل ايه. ايه رايكم في الفيديو الحلو ده؟ جميل يا دكتور، والله ما شاء الله. يعني مش عارف انا كده، عايز بقى اسمع منك. احنا كده خلصنا كلام. ايه رايكم في اللي احنا عملناه النهارده؟ وقد ايه حسينا ان الذكاء الاصطناعي كان، يعني في حاجات كتير احنا ما كناش بنستخدمها.